السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على التحكيم المصري والأخطاء والكوارث، لأني خليني أقول لك إن كلمة الأخطاء دي أصبحت كلمة مملة وما بتعبرش عن الواقع اللي احنا ممكن نكون عايشينه في التحكيم في مصر. الحقيقة المشاكل اللي موجودة فيه حاليا هي ما هياش موجودة الموسم ده أو الموسم اللي فات. لا، تخيل كده إنك ممكن تكون بقالك يمكن مش هنوسع المدة الزمنية قوي، بس يمكن بقالك حوالي 5 6 سنين شايف ان في مشاكل كتير، والمشاكل الكتير دي بتزيد كل سنة عن الموسم اللي قبله. مهما حاولت ان انت تطور من تطوير في منظومة التحكيم في مصر، لان التطوير اللي بيحصل ما بيبقاش هدفه التطوير، بيبقى هدفه حاجات تانية، وده اللي هقوله لك كمان شوية. الحقيقة لما تيجي تقيم التحكيم في مصر، التحكيم في مصر مقسوم بالنسبة للناس قسمين. قسم واحد بيتكلم وبيقول لك ان التحكيم في مصر موجه ضد أندية معينة، بيكون الهدف فيها انك انت تخدم مصالح نادي معين ويحقق بطولة وتيجي على الفرق الأخرى في سبيل ان انت توجه البطولة نحو هذا النادي. دي وجهة نظر أو قسم أولاني من الناس اللي بتفكر بالشكل والعقلية دي. الناحية التانية في وجهة نظر تانية بشكل وعقلية أخرى، مقتنعة إن التحكيم في مصر أو الحكام في مصر بشكل عام عندهم بعض المشاكل الفنية اللي ما بتتعالجش، واللي ما بيحاولوش إن هم يطوروا من مستواهم، بل وبالعكس المستوى بيزيد سوء. سواء انت اقتنعت بوجهة النظر الأولانية أو اقتنعت بوجهة النظر التانية، فانت مفيش شك قدام مشكلة، وقدام مشكلة كبيرة جدا، وبتضيع حقوق كتيرة جدا على ناس المفترض ان احنا ندور لها على حل. طيب، خبراء علم النفس دايما كانوا لما يتكلموا يقول لك ان اهم خطوة في خطوات حل المشكلة هو الشعور بالمشكلة. يعني النهاردة انت بتشوف واحد صاحبك، بتتكلم معاه، بتقول له انت عندك مشكلة في الحتة الفلانية، فبيجي صاحبك ده يقول لك لا يا عم انا مفيش حاجة، انا الدنيا بالنسبة لي تمام، انت اللي شايف ده. هنا صاحبك ده عمره ما هيحل مشكلته. ليه؟ لان هو مش حاسس ان عنده مشكلة. فنفس الموضوع ده بقى طبقه على، انا بكلمك كلام علمي اهو، طبق الكلام ده بقى على موضوع التحكيم ومشكلة التحكيم في مصر، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان العالم كله شايف ان في بعض المشاكل اللي موجودة عندنا على مستوى التحكيم، الا اتحاد الكورة والا الحكام نفسهم. يبقى هتحل المشكلة ازاي؟ يعني الامثلة كتيرة جدا اللي ممكن اكلمك فيها. لما تيجي تبص مثلا، يعني بره بقى الاهلي والزمالك، لان ماتشات الاهلي والزمالك عشان ايه؟ يعني ده ردا على الناس اللي هي بتتكلم في حتة انك ممكن بتبقى عايز توجه البطولة نحو نادي معين. فخلينا نطلع الاهلي والزمالك بره الحسابات دي من الاخطاء التحكيمية في الماتشات اللي ممكن تكون موجودة عندهم. يعني مش هكلمك على ازدواجية المعايير اللي ممكن تكون موجودة هنا او هنا، ان الحكام في حاجات بتحسبها للاهلي ما بتحسبهاش للزمالك، الحكام بتحسب حاجات للزمالك ما بتحسبهاش للاهلي. فخلينا نخرج بره الاشكالية والحتة دي ونتكلم على الاخطاء التانية. يعني انت لو اتفرجت على مباراة الاسماعيلي الاخيرة، هتلاقي في ضربة جزاء محمد الحنفي ولا كأنه موجود في الملعب. الراجل شايط الكورة وشايطها في المرمى، يعني الكورة لو عدت من المدافع هيبقى الاسماعيلي سجل هدف. ومع ذلك طبعا الاسماعيلي في احوج ان هو يقتنص 3 نقاط تطلعه بره الدوامة اللي هو موجود فيها. عشان كده هم يحسوا اكتر بكم الاخطاء اللي موجودة، زيه بالظبط زي النادي اللي بينافس على الدوري وبيبتعد عن المنافسة بسبب بعض الاخطاء التحكيميه اللي ممكن تكون موجوده. والراجل شايط، وبعدين تضرب في ايد الراجل من هنا ويقول لك اصله ما كانش قاصد او جت في كتفه. طب انا النهارده حتى لو ما كانش قاصد، كرة متشاطه على الجول وجت في ايد المدافع، حتى لو هو مش متعمد ان هو يعني يشيل الكرة بالشكل ده، بس ما انا عندي هدف، ازاي ما احسبهاش؟ يعني حلها القانوني او موقفها القانوني هنا انك تطلع كارت احمر وتحسب ضربة جزاء. لكن الحنفي قال لك لا، جت في كتفه، هو الوحيد اللي كان شايفها في كتفه. لا، مش هو الوحيد كمان برضه عشان ابقى محق يعني، هو والناس اللي كانت قاعده على تقنيه الفيديو نفس الموضوع، وكانوا شايفين ان هي جت في كتف الراجل ما جاتش في ايده. ده موقف من ضمن المواقف. الكارثه اللي اتعملت من معروف في مباراه بيراميدز وفيوتشر، مباراه كان فيها قمه كره قدم الحقيقه وفيها كره جميله بتتلعب،
لكن النهارده تطلع كارت احمر لعبد الله السعيد بعد ما اديته انذار تاني، وبعدين تقول له العب وتكمل اللعبه والهجمه، وبعد كده تروح تقول لي موقف اللعب تاني وتروح تتكلم معاه وتقول له اطلع. ايه ده؟ يعني هل احنا بكل المشاكل اللي احنا شايفينها في مستوى التحكيم ده مش مستغربين اللي احنا ما رحناش كاس عالم غير عز الرجال بس، وراح ادار ماتش ورجع؟ ليه ادار ماتش ورجع؟ او حكم كويس في كل حاجه. نفس الحال بالنسبه لسمير جمال كحكام مساعدين، يعني بتكلم على الحكام المساعدين. لكن انت النهارده ما انت فقدت الثقه في المسؤولين في الفيفا علشان يحطوك في جدول الماتشات اللي ممكن تكون موجوده. يعني انا مش عارف احنا ليه مش عايزين نحل الموضوع بشكل جذري. يعني النهارده انت جبت خبير تحكيمي وكلاتنبرج وما تعرفش، يعني برضه انا مش عارف لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها دي، انا مش عارف هو الراجل ده دوره ايه. يعني هل هو بيحط جدول الماتشات؟ هل هو بيوافق على ان مثلا حكام ما معهاش الشاره الدوليه تحكم ماتشات كبيره للاهلي والزمالك؟ هل الراجل فعلا ما هو انا كل ما بشوف له فيديو على موقع اتحاد الكوره يقول لك ايه؟ يقول لك اتفق مع قرار حكم اللقاء في القرار اللي خده، اتفق مع قرار. يعني الراجل ما اختلفش من ساعه ما جه، بنصوت من الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده، والراجل كل ما يطلع يعمل فيديو على موقع اتحاد الكوره انك ما اختلفتش. طب انت شايفهم ما شاء الله كويسين وما عندكش استعداد ان انت تطور حاجه او تضيف حاجه ليهم؟ طب بتاخد الدولارات دي كلها ليه؟ في ظل أزمة اقتصادية موجودة في الدولة، في ظل حاجات كتيرة جدا ومشاكل اقتصادية وعدم توفير عملة صعبة، انت بتاخد الفلوس دي كلها ليه طالما انا ما شفتش مستوى تطوير؟ ده يا اخي تخيل انك انت الاخطاء زادت والله العظيم عن الموسم اللي فات. على الاقل اخطاء الموسم اللي فات ما كانتش بتبقى متكررة ورا بعض بالشكل ده، لكن النهارده او الاخطاء الموسم اللي فات كانت ممكن تلاقيها في ماتشات اهلي او زمالك، لكن الموسم ده الاخطاء في كله، من اللي بيصارع على الهبوط لغايه اللي بيتصدر جدول الدوري، الاخطاء ما زالت موجوده وفيها مشاكل كتيره. طب فين التطوير اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ فين الدورات التدريبيه اللي الحكام ممكن تكون واخداها او بتاخدها عشان ننمي من مستواهم؟ فين القرارات التأديبيه اللي بتاخدها؟ يعني النهارده بيطلع كلام اصل تم ايقاف الحكم الفلاني عشان بعض الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده عنده، ومع ذلك تبص تلاقيه اسبوع اتوقف وبعدين يرجع يلعب تاني ماتشات وعادي كأن مفيش حاجه حصلت ومفيش مشكله. طب انا النهارده طالما ما عنديش سياسه ثواب وعقاب، هطور ازاي من المنظومه؟ ما خلي بالك كل الكلام اللي انا بقول لك عليه ده دي من ضمن الحاجات اللي هتساعدك انك تطلع من المشاكل اللي انت موجود فيها. انما طول ما انت شايف انك ما عندكش مشكله والحياه وردي، والحكم اللي بيعمل غلطات هرقده كده ماتشين ثلاثه ما يحكمهمش وبعد كده ارجع اطلعه تاني، تكون الناس نسيت وكبر دماغك ومفيش مشكله، ده مش حل يا جماعه اللي احنا فيه. ما هو برضه حرام، يعني حرام ان في انديه تكون بتصرف على فرقها ملايين سواء في تدعيمات او في مرتبات لاعبين او في مرتبات اجهزه فنيه وتكلفه عناء السفر هنا وهنا وهنا، وفي النهايه بعض الاخطاء تضيع منك بطوله او تعمل ده. يعني انا شايف ان الناس ما خدوش النقاط اللي احنا بنتكلم فيها. فانا شايف عشان ما نتعبش نفسينا ويبقى المواضيع فيها مشكله وحكام يعني بتستقر على اسماء معينه وما عندكش استعداد ان انت تطلع من 100 مليون ولا من 110 مليون 10 حكام يحكموا لك الدوري وتبدا ان انت تطور وتدفع بوجوه جديده. خلاص بما ان بقى كلاتنبرج جاي، الراجل بقى يدير منظومه التحكيم بحكام بقى يتم ترشيحها طالما بتتكلموا على دوري محترفين، عشان الانديه حرام حرام ان يروح مجهودها بسبب اخطاء التحكيم. اشوفكم في حلقه جديده.